صباح السعادة. أنا هنا بقى في وصفات الغلابة، جايلك من الزمن الجميل. هقدم لك أفكار سهلة جدا اقتصادية بسيطة وعلى قد الإيد. بس طبعا وزي كل فيديو، لو أول مرة تشوفين وعجبك الفيديو لايك وشير، وتمني لي من قلبك الخير. كومنت حلو كده منك تقولي لي بتتابعيني منين، ويا ترى إيه الوصفات اللي تحبي نقدمها لك. وكالعادة يا سادة، هنقدم النهاردة بقى ميزانية التوفير. والله زي ما بقولك كده، ميزانية هايلة يا بنات، وإن شاء الله هتنفعك جدا. بص بقى يا حبيبة قلبي انت وهي، انا بالامانة وللامانة انا كنت ماشية كده في المنصورة، فجيت ابص لقيت عطار، فدخلت العطارة اجيب نشا. فكنت راح اجيب ايه ب15 جنيه نشا يعني عادي. فالراجل قال لي ايه، خدي نص كيلو نشا ب20 جنيه. جبت اللهم بارك نص كيلو النشا اللي انتوا شايفينه ده اهو ب20 جنيه. هيقضيني ان شاء الله شهر رمضان وزيادة كمان. والله بصي بقى، انا بستخدمه في الحلو وفي الحادق. هتصدقوا؟ يعني بضيفه على البشاميل الحادق والحلو كمان. بشاميل بقى المكرونه وبشاميل البطاطا، وبعمل بيه مهلبيه، وبعمل بيه حاجات حلوه قوي. لقيت عنده بقى الكاكاو الاسباني متعبي كده في اكياس، فسالته قال لي ب25 جنيه. فجبت منه ربع كيلو كاكاو اسباني ب25 جنيه. وهنا انا بقولك على الاسعار عشان برضو تبقي انت عارفه الاسعار اللي انت بتشتري بيها. طيب الكاكاو الاسباني هنعمل بيه الهوت شوكليت، وهنعمل بيه يا بنات الجاتو شاتو، وهنعمل بيه كيكات حلوة قوي وصوصات هايلة. فهنا جبنا بقى النشا والكاكاو الاسباني لزوم الحاجات الحلوة. طيب الحاجات الاحلى من الحلوة ايه بقى؟ اتفاجئت لقيت عنده يا بنات ايه المشروب اللي انتوا شايفينه ده. حد فاكر بقى شركة الشركة دي يا بنات بقى شركة مصرية زي ما انتم شايفين، ما شاء الله اللهم بارك. تركيز الشربات يتكلم أو يتحدث عن نفسه. دي شركة مصرية يا بنات. وطبعا قبل ما اشتري أي منتج بحاول ان انا اشوف تاريخ الصلاحية. وزي ما انتم شايفين الصلاحية هنا لحد 10/26. مش إعلان والله، بس صدقيني لقيت فعلا المنتج حلو ومكتوب عودة للزمن الجميل، ففرحني أكتر. وده لأني رحت أشتري شركة معروفة يعني بجد، يعني مش كلام. رحت أشتري في يوم اللي هي الإزاز شربات، اللي هي برضو شربات فراولة. رحت أشتريه يا بنات من شركة معروفة، جيت أبص لقيت سعره معدي 80 جنيه. فبعد ما اشتريت الإزازة كنت محصورة على سعر الإزازة، بحط الكيسة اللي فيها الطلبات، وكنت شايرة من هايبر ماركت كبير. الكيسة للأسف مجرد ما اتحطت على الأرض فالإزازة اتكسرت على طول، وما استفدتش أساسا بالشربات اللي أنا جبت، شربات الورد. فشركة بجد يا بنات حاطة في زجاجات بلاستيك حلوة قوي، هتقدري ان انت تستخدميها فيما بعد. شربات فراولة حلوة قوي مركز. يعني ان شاء الله شهر رمضان هيبقى في الشتاء في شهر 2. فأكيد هنبقى برضو محتاجين لعصاير، لأن هيبقى إن شاء الله الجو بدأ يدفي. في رمضان بنحتاج لسوائل كتير وعصاير كتير، فهنستخدم بقى شربات الفراولة اللي انتوا شايفينه ده في الحلويات. وهنستخدمه يعني تقدري لو انت بتعملي شوية عصير فراولة كده تضيفي شوية من الشربات المركز، بيدوا لون هايل وبيدوا طعم هايل كمان. زي ما انتوا شايفين كاكاو اسباني، نشا، شربات فراولة. ده اللي انا بأمانة الله اشتريته يومها. طيب انا بقى او عنوان الفيديو بتاعي 10 جنيه. اقدر اشتري ايه من عند اي عطار ب10 جنيه؟ انا لما بنزل عند اي عطار بجيب نص كيلو دقيق ب10 جنيه. ده كيلو دقيق دقيق يا بنات، الكيلو ب20 جنيه. فاشتريت نصين، النص كيلو ب10 جنيه. طبعا لا غنى عنه. طيب ايه تاني؟ الدقيق يا بنات هنعمل منه معجنات حلوة قوي. هنعمل منه كيكات ان شاء الله في رمضان. يعني نص كيلو ده ممكن يقضينا ما شاء الله، تعملي كيكات على مرتين. هنعمل بسكوتات لزوم السقسقة بقى في الشتاء. جبت ب10 جنيه قرفة عيدان. القرفة دي بقى هنستخدمها برضو على الشربات، وهنستخدمها في الشربات، هنستخدمها هي والكركم مع الرز البسمتي. بيزيد بقى في رمضان الأكلات اللي انتوا عارفينها اللي بتبقى ايه. يعني رمضان بيحب بقى التحابيش كده وبيحب العزومات، فدي هتنفعنا. طيب انا بقى عند اي عطار لو اتبقى معايا 5 جنيه بجيب كيس خمير.
كيس الخميرة ده بينفعني برضو مع الدقيق، وبينفعني لو هعمل شوية قرص، هعمل شوية أي معجنات. اتبقى معايا 3 جنيه لأي ظرف طارئ أو 2 جنيه بجيب كيس خميرة. بيضر؟ لا، ما بيضرش. الكيس الخميرة ده هو هتستخدميه في المخلل، هتضيفيه على الأكل، هنعمل بيه ملح مبهر هيقضينا إن شاء الله طول الشهر. طيب اتبقى معايا 10 جنيه، أعمل بيها إيه؟ هي بالنسبة يعني هي ال10 جنيه ممكن تجيبي بيها كيس شيبسي، وممكن تقع منك، ممكن ما تستخدمهاش. لا، أنا ال10 جنيه جبت كيس ملح ب2 جنيه، ب3 جنيه، وجبت عليهم كيس كيك شيف ب7 جنيه. يبقى ده يا بنات برضو تبع ال10 جنيه. طيب اتوفر معايا 20 جنيه، بتوفر أوقات معانا 10 و20. جبت كيس دريم شيف، أنا أيام ما كنت شارياه كان ب18 جنيه، الوقت بقى ب20 جنيه. هيضر؟ لا، مش هيضر. شهر رمضان زي ما قلنا بنعمل حلويات، مشروبات، بنعمل حاجات كتير قوي وبنستخدم الحاجات دي. طيب من ضمن المشروبات اللي اشتريناها، هنشرب ساقع بس في رمضان؟ لا طبعا، لازم نعمل للولاد حاجة كده حلوة تدفيهم. فجبت يا بنات التمن كيلو ده هو 180 جرام سحلب. 180 جرام سحلب ب25 جنيه، هينفعنا ان شاء الله في شتاء رمضان. فجبت تمن سحلب ب25 جنيه. جبت بقى الزوم الكشري، ما احنا مش هنقضيها طبيخ طول الشهر، طبيخ كده يعني اللي هي المحمر والمشمر، لازم نعمل كده يوم فاصل. فهنعمل ان شاء الله كشري، ممكن نعمل الحمص ده نعمله فلافل، ممكن نعمله حاجات كتير قوي. اي حاجة في البيت بيبقى ليها لازم. طيب اليانسون هيبقى برضو ضمن المشروبات. عيل عنده لا قدر الله دور برد، عنده حاجة، نعمل اليانسون هيدفي العيال ويحافظ على مناعته. اتوفر عندي كيسين من بتوع التموين، او واحدة جارتي توفر عليها كيسين من بتوع التموين، مش هتديهم لك زي البقال، هتديهم لك بسعر ارخص. اجيبهم وعينهم برضو مع الكرتونة اللي احنا قلنا عليه. يبقى انا هنا يا بنات جبت ايه بقى؟ انا هنا جبت يا حبايب قلبي الدقيق، ومعاه الكيك شيف والخمير. كيسين دقيق، جبت معاهم كيس خميرة، هعمل يوم مخبوزات، ويوم تاني هعمل ان شاء الله كيك. جبت يا بنات المشروبات اللي هو السحلب والعصير، جبت معاهم التوابل اللي احنا هنضيفها، جبت النشا، وجبت السكر وكريم شانتيه والكاكاو، لزوم الحلويات. يبقى انا جبت يا بنات زي ما قلتلك 3 انواع من المشروبات هينفعونا ان شاء الله، ساقع وسخن. جبت زي ما انتم شايفين حمص الشام، هنقدمه زي ما قلنا برضو في وصفة حلو. يبقى انا هنا يا حبايب قلبي زي ما قلتلك كل يوم هتنزلي يتوفر معاكي 10 جنيه 20 جنيه، هنجيب بها حاجة مفيدة في البيت. طيب انا لقيت عرض من العروض، لقيت برطمان العسل اللي انتوا شايفينه ده، جبته هضيفه برضو يا بنات على السيرب او على الحلويات. طبعا هو مش ظاهر قوي، بس هو كان باين بالنسبة لي شمع العسل باين تحت الغطا بتاع البرطمان، فلا انتوا اكيد شايفينه هو ظاهر اهو خالص. جبت برطمان عسل ان شاء الله هنعمله معاكم في الحلويات، وبإذن الله الحلقة اللي هتبقى قريب أقرب حلقة هعمل لك شربات يقضيكي طول شهر رمضان بإذن الله. دي مشترياتي زي ما قلتلك، مشتريات ال10 جنيه بالكتير قوي 20 أو 25 جنيه، بس كلها 10 جنيه. قلتلك إن أنا جبت هنا التوابل ب5 كركم و10 عيدان قرفة. ونسيت أقولك إن جبت إيه؟ الهيل أو الحبهان. جبت يا بنات الهيل، وبرضو بعبيه في برطمانات بيقضيني إن شاء الله طول الشهر وزيادة كمان. بجيب مثلا 8 كيلو بيقضيني لفترة طويلة. وجبت هنا السمسم الاسود او حبة البركة او الحبة السوداء، طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام وصى بيه. اجيب بقى كرتونة واعبي فيها بقى المشتريات بتاعتي، طبعا زي ما انتم شايفين المشتريات بتاعتي هتقضيني لفترة طويلة. لو وصلت بقى لحد هنا وشايفة ان الفيديو يستاهل منك لايك، ما تنسينيش بلايك حلو كده منك، كومنت تقولي لي بتتابعيني منين.